الإعلام الجزائري مرة أخرى لم يرق له خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خاصة الطريقة التي تحدث بها للأشقاء الجزائريين التي تبين حسن النية تجاههم، إلا أنهم لم يتفاعلوا مع الخطاب بجدية وبدأوا يهربون إلى الأمام في إعطاء تبريرات مغلوطة. ملك المغرب بأنها موجهة للرأي العام، الرأي العام الدولي بأن آه. المغرب دولة مسالمة، المغرب لا تود الحرب مع الجزائر، المغرب تود أن تتصالح مع الجزائر، لكن الجزائر يعني يضرب كما أقول لك عصفورين بحجر واحد، ويقول بأن الجزائر هي من يعني تعاكسنا، صحيح. هي من تعادينا، هي من يعني من تقطع العلاقات، لكن لكن السر الخفي صحيح. أن هناك أمور تبقى يعني سرية وعدوانية. هو هكذا يقول، يعني حفظ الماء وجه الجميع، يعني بما فيه هو، يعني بما فيه هو هكذا يقول بأن، وكأنه هو يؤكد بأنه هو كان على خطأ. إذا نصحح ما كان منا ومنكم. صحيح. احنا منا أن إعادة النظر في العلاقات بين الجزائر والمغرب، أولا إنهاء قضية التطبيع. ممتاز جدا. سأنطلق من حيث الخطاب الذي ألقاه الملك المغربي، والذي ركز في الكثير من المصطلحات والمفاهيم على قضية الصحراء الغربية، وكأنه يريد أن يعطي إيحاء وإيعاز بأنه هناك نظر وتصور جديد في القضية الصحراوية التي كان يدعي أن هناك لا يقبل إلا بالحل الحكم الذاتي، وحاول أن يروج في هذا التصور مع القوى الكبرى والكثير من العواصم العالمية. لكن الذي لم يكن في الحسبان بالنسبة للعاهل المغربي أنه الكثير لم يغير تصوره ونظرته إلى الصحراء الغربية، وبقي ينظر إليها أنها آخر مستعمرة في القارة الإفريقية.